السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اليوم الثاني عشر على التوالي في رمضان، باذن الله راح اوريكم، بس الفيديو ما راح يطلع طويل، يعني ممكن يطلع ماكسيمم 5 دقائق او 4 دقائق، لانه بواجه بصراحة شوية مشاكل لما يكون كبير الفيديو شوية، فراح اخليه بسيط شوي المرة هذه. فراح اوريكم الشباب ايش طبخين، ايش خبصوا اليوم، ايش عاملين، وراح ان شاء الله نشوف هيك بس نشوف طبخات. واذا اي احد بيحب الوصفات بكتب لي تحت في الديسكربشن وانا اقول له والله شو الوصفه عادي ما فيها مشكله. بس كمان نبلش الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا والله جدا على الدعم، والله ما كنت اتوقع ما شاء الله يجي المشاهدات، بس الله يسعدكم والله العظيم، الله يسعدكم يا رب ويفرحكم، وان شاء الله مستمرين مع بعض لاخر يوم ان شاء الله في رمضان. وبعدين ان شاء الله راح يكون في محتوى هو نفسه محتوى اجمل ان شاء الله، وراح احاول ابدع اكثر واكثر وللامام ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نجاحكم ويسلم والله على الدعم. خلينا نبلش. عجينه طبعا يا جماعه، تخيلوا نكون احنا عاملين عجينه، فهمت علي؟ بنعملها نظام دواوير زي كده وبنحطها هنا، وبتكون هنا في الفريزر. هنا في عجينه كثير شايفين جوا، هم بيعملوا لهم، يعني هم بيعملوها هيك عشان ايش؟ ما يتعبوش في مره مرتين، خلاص جاهز وقت ما يجوع يفتح على طول، يفتح يعمل واحده بيتزا ويشبع على طول، خلاص هيك عندهم. فبتجيب العجينه تخليها تسيح، اذا ما بتسيح معك بسرعه وانت مستعجل ممكن بس تفتح الفرن على طول. انا علمني واحد صاحب الدنيا والله، تفتح بتحط تسيحها، خليها 5 دقائق تسيح. بعد ذلك بتجيبها هنا بتعملها نظام دواوير، راح اوريكم هلا انا سيحت العجينه في الفرن. انا بس طبعا هنا بنعمل بيتزا للجيش ما شاء الله، للجيش بنعمل هنا سيحنا طبعا كذا، بس بتعمل كذا. طبعا انا مغسل ايديا، ولا ناكله احنا اللي ناكله، مش الناس راح تاكله، وانا مغسل ايديا. بس بتعمل كذا كذا كذا. بعد كذا راح اعملها وارجع لكم اوريك كيف. بعد ذلك هي عملت انا نظام دويره. بعد ذلك بنجيب في صوص هنا، بعدين يا جماعه تخيل حطيت شويه صوص هنا، معلقه هي الصوص شايفين الاحمر. بعدين حطيت جبنه، قد ما بدك تحط جبنه حط جبنه، ترى هذا ايش بيرجع لك. بعدين نحط دجاج هنا، تفرد الدجاج بدون عظم طبعا، تاكل صدر بس صدر دجاج. بعدين بتحط زيتون بدون نواه، واللي يحب فلفل مثلا يحط فلفل حار زي كذا اخضر حلو جدا بيطلع. واللي ايش الفطر ده بتحطوا عليها وبس زي ما انتم شايفين. هذه هي، حطيت فوق زيتون، حطيت تحت جبنه والدجاج والصوص تحت. شوفوا هلا تنحط في الفرن وبتحط النتيجه، تطلع هذه النتيجه معنا. ممكن تطلع اطيب من كذا، بس انا خشبت شوي طلعت اطيب، خليها هيك حلوه طعمها. يا جماعه الخير، بالنسبه للعجينه تاعت البيتزا انا مش عارف يعني، والله صراحه هو جدا حلو طعمها وجدا رائعه. بالنسبه للعجينه اي شخص يكتب على اليوتيوب بيفتح له اي عجينه، واي عجينه تزبط ترى، هي بترجع للحشوه والعجينه. اهم شيء العجينه، كل ما تعجنت احسن، كل ما تخمرت اكثر، كل ما طلعت طيبه. والله العظيم طيبه جدا ما شاء الله بصراحه. فصحه وعافيه، جربوها وشوفوا رايكم ايش بيصير معكم. طبعا يا جماعه الخير انا باخذ معي خبز وراح اشوف الشباب ايش خلصوا اليوم، شو عمل اليوم راح نشوف. انا صح متاخر والله للاسف، فالفيديو راح يطلع جدا جدا قصير، ممكن يطلع 3 دقائق. فخلينا نروح نشوف ايش طبخوا وايش عملوا، بعدين نكمل ان شاء الله. خلينا نشوف ايش طبخوا، ايش خبصوا اليوم. ايش هذا عمر؟ هذا كفته مع خبز صح؟ يتفنن والله ما شاء الله يوميا يتفنن الولد، كل يوم يطلع ابداعات اختراعات جديده حلوه. احسن من واحد اسمه سلطان كل يوم نفس الاكله بتكرر، بطاطا وبيض. وين الخبز هذا؟ هذا شنو؟ صراحة الليمون يفوت. شوفوا لنا حل مع اليمنيين بالله عليكم، كبسه بكره شواي، بعدين سحور كبسه، بعدين شواي، كبسه بعدين شواي. يا زقت قول نعمه غير نعم الحمد لله اكيد نعمه، بس لكن بدنا نغير يا اخي، غيروا لنا اي شيء والله. الحمد لله رمضان كريم عليكم. نور الله. كذا ترى ما عاد في قطه ولا شيء. بغير الموضوع استغفر الله، كلامه هو مش كلامك. في قطه في دفع الله، قطه جديده تحاول هذا وبس. هذا كان الفيديو تبعنا، يعطيكم العافيه على المشاهده. كان معكم فادي بنيت، تحياتي لكم، شكرا جدا على الدعم، يعطيكم العافيه. انا بس حبيت اشكركم على هذا الشيء. نشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جاي باذن الله. بكره راح ننزل فيديو ثاني ان شاء الله، استنونا ان شاء الله. يعطيكم العافيه، مع السلامه.